ال10 سنين الأخيرة شهدت طفرة كبيرة جدا في المناظير، بعد ما كانت دور تشخيصي فقط أصبح لها دور علاجي. الأورام اللي موجودة في الجهاز الهضمي في المراحل المبكرة نقدر بتقنية بالمنظار من الداخل نقدر نشفي هذه الأورام بدون أي جرح. طبعا ده مزايا كتير جدا، فترة تعافي للمريض أقل، المريض بيقعد في المستشفى يوم أو يومين بالكتير، مفيش أي جروح خارجية، مفيش درانق، بيعود العمل في فترة قصيرة، بياكل في أسرع وقت. احنا نقدر نعالج الناس اللي عندهم امراض حركيات المريء زي مرض اسمه اكاليزيا، بنفك العضلات اللي هي بتبقى مضيقه مرور الاكل عن طريق المريء للمعده. نقدر نعالج مشاكل زي الجيوب اللي موجوده في المريء بتقنيات اسمها البويمز تكنيك، او نقدر نعالج مرض كمان مشهور اسمه خزل المعده او ضعف حركه المعده بتقنيات اسمها جي بويم. كمان لازم يكون عندنا حاجات ملحقات زي أجهزة اللي احنا اسمها الالكتروسيرجيكال يونت أو سمارت الكتروسيرجيكال يونت، نقدر نستأصل بيها الأورام. حاجات كتير بتبقى ملحقات بوحدة المناظير. التجهيزات دي ما ينفعش تكون موجودة في أي مكان، لازم يكون مكان متخصص، مستشفى متكاملة فيها كل الخدمات اللي بتخدم المريض. ما يميز مستشفى السلام الدولي القاهرة الجديدة إن هي قدرت توفر الاستاف ده، لأن الحاجات دي قليلة جدا، يمكن على مستوى العالم السنترز قليلة، فما يبقى في مصر عندنا السنتر ده في الاستاف من أول الدكاترة، التمريض، الطاقم المساعد، كله لازم يبقى عندنا طاقم عمل أو فريق طبي متكامل لإنجاز مثل هذه المهام. هدفنا في الأول وفي الآخر إن المريض ياخد خدمة كويسة، ياخد تقنيات عالية بأعلى كفاءة بكل الإمكانيات اللي موجودة في أعلى مكان في العالم لأي مريض. هو ده الهدف، لذلك لازم تكون المنظومة متكاملة. احنا نقدر نخدم أي مريض جاي لنا، سواء المريض ده جاي في حالة طارئة، أي مشاكل الجهاز الهضمي، جاي في الطوارئ، نقدر نتواجد على مدار ال 24 ساعة، أو متخطط لعملية معينة محتاجة متطلبات معينة، نقدر نعمل الكلام ده كله. الخدمات كلها موجودة في وحدة المناظير. انتوا تقدروا تشرفونا في أي وقت. عايزين تسألوا كمان عن تفاصيل فيما يخص مثل هذه التقنيات الحديثة، تحت أمركم، تشرفونا في أي وقت.